السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه. كفته غادي نطيبها بالحليب، كتجي زوينه بصراحه زوينه. كناخذوا شويه الزيت، كنشحروا به شويه الشعريه حتى كيتبدل لينا اللون ديالها كيف كتشوفوا. من بعد كنزيدوا عليها الروز ديالنا، وكنزيدوا عليها الماء وشويه ديال الملح. كنخليوها طيب يطيبوا لينا، وكنمشيو نوجدوا الكفته ديالنا. ودابا كيف كتشوفوا كناخذوا الكفته ديالنا، وكناخذوا بصله مشلضه رقيقه كنشلضوها، وكناخذوا شويه القزبر ومعدنوس حتى همايا، وكناخذوا شويه البزار، شويه الملح، وشويه زيت الزيتون، وكنخلطوهم مزيان مزيان، وكنديروا على شكل كويرات صغار، وكنطيبهم في شويه ديال الزيت، غير شويه. كان شويه غير يتحمروا معنا ونحيد. ودابا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت الكفته ديالي في الطياب، خديت نفس المقله اللي طيبت فيها، ما غسلتها ما والو. خويت فيها 500 مليلتر ديال الحليب. وزدت عليها معلقه ديال المايزينا الناشا، درتها في زلافه بوحدها مع شويه ديال الماء حتى خلطتهم وخويتهم فيها. وبيضه، ما تنسوش بيضه، ما نسيت هنا ما وريتهاش لكم. بيضه حتى هي كتخلطوها معاهم في زلافه بوحدها وكتخويوها. وغتديروا شويه الملحه، شويه الابزار. غتخلطوه مزيان، وغتزيدوا غتخويو فيها الكويرات ديال الكفته. كيف كتشوفوا ديروا كويرات ديال الكفته، وغتبقاو تخلطوا حتى تيعقد لينا شويه، وبصحه والراحه. هذا واش كان النهائي ديالنا. كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. المذاق ما نعاودش لكم. انا متاكده غادي تعجبكم الا جربتوها وغادي تبغيوها. حيت المذاق ديالها ما غاديش نعاود لكم كيف داير، صراحه زوينه. لاصوص ديالها كتجي زوينه بزاف ومختلفه. الكفته ديالنا ما كتبقاش بالمذاق ديالها، كتولي مغايره. صراحه غير جربوها وغادي تعجبكم. يلا خوتي خواتاتي، كنقول لكم بسلامه عليكم، خليت لكم الراحه، وكنشكركم بزاف ونعاود نشكركم بزاف بزاف. بسلامه عليكم، الى الفيديو المقبل.